انت مش دايما ضحية، احيانا انت الطرف الغلط. مش كل اللي سابك ظالم، ممكن يكون هرب من اذاك. في علاقات كتير بتبوظ مش عشان الطرف التاني وحش، لكن عشان احنا مش شايفين غير نفسنا. رمضان مش شهر تبرير، رمضان شهر مواجهة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني مهما حاولت تبرر انت عارف الحقيقة جواك. وقال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. دان نفسه يعني حسبتها قبل ما تتحاسب. دور الضحية مريح، بيخليك تحس انك مظلوم، يرفع عنك المسؤولية. لكن الحقيقة طول ما انت شايف نفسك ضحية عمرك ما هتتطور. التحدي السادس: خلال 48 ساعة اكتب إجابة السؤال ده بصدق. أنا غلطت في العلاقة دي إزاي؟ حتى لو 1% بس، حتى لو حاجة صغيرة بس، اكتبها من غير ما تحط بعدها بس هو، وتكمل. اللي بيحاسب نفسه محدش يقدر يكسره. رمضان مش جاي يطبطب عليك، رمضان جاي يخلصك من نفسك القديمة. سلام.